كارما جت هناك اهي. الله، شفتي الهدوم اللي هي لابساها دي حلوة قوي. كل هدومها حلوة بصراحة، بس انا بحس انها مغرورة شوية. انا بصراحة ما اتكلمتش معاها قبل كده، بس انا بحس ان هي متكبرة من طريقتها برضو مع اصحابها، علشان حاسة ان هي حلوة وشيك وكده. بصراحة انا كنت نفسي اتعرف عليها. ايوه، وانا كمان. ايه ده؟ دي بتبص علينا، شكلها عرفت ان احنا بنتكلم عليها ولا ايه؟ هو في حاجة ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت عايزة اتعرف عليكي. ايه ده؟ هو انتي مش عارفاني ولا ايه؟ لا، عارفة ان اسمك كارما بس ما اتكلمتش معاكي قبل كده، ممكن نبقى اصحاب. تمام، انا ما عنديش مانع. وانتي بقى اسمك ايه؟ انا اسمي فيروز، هدومك شكلها حلو قوي، انتي جايباها منين؟ لا، انا مش بقول بجيب لبس منين، خليها مفاجأة وفكري كده. هو انتي بتختبريني؟ خلاص مش عايزة اعرف، عادي. ايه ده؟ انتي بتضايقي ولا ايه؟ انا بهزر معاكي. لا، انا بحب الاصحاب كده يكون دمهم خفيف. وانا كمان بحب الهزار. طيب انا هروح بقى علشان اصحابي بينادوا عليا. هو انتي بتروحي نادي وادي دجلة؟ ايه ده؟ عرفتي منين؟ انا بتدرب هناك. وانتي بتتدربي هناك ايه بقى؟ بتدرب كاراتيه، وندى كمان بتتدرب معايا هناك. غريبة، ما شفتكوش قبل كده هناك خالص، مع اني طول الوقت بتدرب سباحة هناك. مش مشكلة، نبقى نتقابل. ان شاء الله، مع السلامة. عملتي ايه النهارده يا فيروز في المدرسة؟ اتعرفت على كارما اللي كنت بحكيلك عنها يا ماما، البنت الجميلة. بجد؟ طيب والله كويس. انا بحس ان كارما دي طيبة وعسولة قوي، مع ان صاحبتي بتقول عليها ان هي مغرورة، بس انجزي للحق يا ماما، علشان هي جميلة قوي، شايفة نفسها يعني شويتين. في فرق ما بين واحد يكون واثق من نفسه ويكون مغرور. المفروض نعرف ان الجمال ده مش حاجة علشان نتغر بيها. اهم حاجة الجمال الداخلي والشخصية. فعلا يا ماما، عندك حق في كل كلمة بتقوليها. انا مش عارفة انت كنتي ملهوفة ان انت تتعرفي عليها ليه وانت حاسة ان هي شخصية مغرورة. بحس ان انا منبهرة بيها يا ماما، كل الانظار عليها والفصل كله بيحبها وبيحب يتابعها. حتى لو كان ربنا ادانا نعمة الجمال المفروض ما نتغرش ونكون متواضعين يا حبيبتي. انا بصراحة مش عايزاكي تكوني قريبة منها لان انت كده ممكن تاخدي من صفاتها، وانا بحبك تكوني متواضعة. انا لسه ماما بتعرف عليها، مش عارفة ده، انا حاسة ان ده بجد فعلا وحقيقي ولا لا. احنا ما اتكلمناش اصلا كلام كتير لسه مع بعض عشان اعرف طبعها وشخصيتها. في ناس كتير ممكن نشوفهم من بعيد ونفكر انهم مغرورين او رخمين، لكن لما نقرب منهم ونكتشف انهم طيبين. فانا مش لازم احكم عليها من اول مقابلة بينا، المفروض المواقف هي اللي تبين بعد كده. تمام يا حبيبتي، اهم حاجة تفضلي على اخلاقك وطباعك الجميلة. صدقيني يا ماما، لو حسيت انها بتأثر عليا بالسلب في اي حاجة، انا من نفسي اللي هبعد عنها. ماشي يا حبيبتي، لو احتجتي نصيحة قوليلي وانا هتكلم معاكي في اي حاجة، وما تتردديش ابدا انك تكلميني. طبعا يا ماما، هو انا هلاقي احسن منك؟ ربنا يخليكي ليا يا رب. شفتي البلوزة الجديدة اللي انا لابساها؟ ايوه جميلة قوي. انتي عارفة انا جايبة عليها ديسكاونت فظيع، مفيش حد في الدنيا يعرف يعمل التخفيضات اللي انا بجيبها دي. انتي عارفة كمان انا ذوقي في اللبس كمان يجنن، كل شوية الاقي حد من اصحابي يكلمني ويقولي تعالي خرجي معايا عشان اختار لهم اللبس، مش بيعرفوا يتصرفوا ولا يمشوا من غيري. بصراحة انا بحب ذوقك برضو. يا بنتي انا ذوقي تحفة، واصلا شكلي متناسق كده وجميل، جسمي بقى وشخصية ولذيذة وخفة دم، مش عارفة من غيري كنت هتعملوا ايه. اللهم زدني توضها يا رب. يا بنتي، من ساعة ما قعدنا وانتي قاعدة تركزي على مميزاتك وتشكري في نفسك، انتي متعرفيش مقولة ان ما بيشكرش في نفسه الا ابليس. اخصى عليكي، وانا معنى كلامي ان انا بمدح في نفسي لاني مغرورة؟ لا، انا واثقة من نفسي والفرق كبير. طب خلي بالك ان ثقتك في نفسك الزايدة ديت قلبت معاكي بغرور، وانا بنبهك لان انتي صاحبتي ومش عايزة حد ينتقدك. انا بتصرف بتلقائية وعفوية، انتي اللي بتاخدي الكلام من محمل تاني وبتقولي لي ان انا بشكر في نفسي وبمدحها. انا بتكلم عن الحاجات اللي بتحصل، هو انا يعني هألف؟ ماشي يا ستي، خلاص. ايه ده؟ هو انتي سهلتي ولا ايه؟ انا مش قصدي.
ما زعلتش ولا حاجة، انا اصلا مزاجي وحش مش بسببك، بس بسبب موضوع كده تاني شغلني. تخيلي بقى لو كنت جميلة زي ما كانش هيقابلك أي مشكلة. يعني شوفي بكلمك في مشاكلي وانتي بتتكلمي في ايه؟ يعني حتى مشاعري بتتجاهليها بجد والله، دي بقت حاجة تخنق. بقولك ايه، انا هروح. أنا بضحك معاكي علشان أهون عليكي، في إيه هو أنتي بتقفشي كده ليه؟ ما قفشتش ولا حاجة. ازيك يا سمر، ازيك يا كارما، عاملين ايه؟ أهلا يا فيروز، تعالي اقعدي معانا. انا قايمة بقى عشان اتأخرت، كملوا انتوا بقى مع بعض. سمر مالها زعلانة ولا ايه؟ لأ، ده العادي بتاعها، سيبك منها. أنتي أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. انا اصلا كنت جاية اقعد معاكي لان احنا اتفقنا بعد كده لما نشوف بعض في النادي نسلم على بعض. اتفقنا وكل حاجة، بس أنا معرفش إن أنتي بتيجي النادي باللبس ده. قصدك ايه؟ ماله لبس يعني؟ أنتي مش ملاحظة إن هو مش مناسب خالص للنادي؟ شكله مش حلو خالص يعني، بصراحة حتى مش مناسب يتقعد بيه في البيت. على فكرة انا بحب لبسي وذوقي ومش مستنية رأي اي حد عليا. أنا غلطانة إن أنا بنصحك بدل ما حد يجرحك يا بنتي، شكله مش حلو، بلدي قوي. انا كنت مفكرك ان انتي بتهتمي بمشاعر الناس اكتر من كده. المفروض حتى لو الحاجة مش عاجباكي ما تقوليش رأيك، سيبيه كل واحد وليه ذوقه على راحته. مش كل حاجة بتعمليها بتعجبني، اكيد في حاجات برضه بشوفها ان هي مش مناسبة، بس انا ماليش دعوة ومش بتدخل لان دي حريتك الشخصية. قصدك إيه يعني؟ في حاجات أنا بعملها مش عاجباكي؟ ايوه طبعا بيبقى في حاجات وتصرفات ولبس وحاجات كتيرة مش بتعجبني فيكي، بس اكيد يعني يا كارما مش هاجي اقولك كده. أنا عمري ما حد قال لي الكلام ده أبدا، الناس كلها بتبقى معجبة بيا وبتقولي إن أنا شكلي جميل وذوقي حلو. تسمحي لي بقى بقولك ان مش كل الناس صريحة. بصراحة انتي كلامك جارح، أنا ما كنتش متخيلة إن انتي كده. لا اله الا الله، يعني انت تنتقديني في لبسي ومش عاجبك لما انا اقولك رأيي بصراحة؟ ابقى انا وحشة لما اعمل زيك يعني ولا ايه؟ بقولك إيه، أنا هقوم بقى لأن أنا اتأخرت. سلام. ماشي، سلام يا كارما. ايه ده؟ هي كارما جت وقعدت معاكي؟ يا بختك. انا نفسي اعرف انت مبهورة بيها كده ليه. على فكرة بقى هي بنت مغرورة جدا، ولما تشوفيها من بعيد تحس ان انت منبهرة بيها ونفسك تتعرفي عليها، لكن لما تعرفي شخصيتها الحقيقية تحسيها متكبرة جدا. بس كانت بتتكلم معاكي وده في حد ذاته حاجة كويسة. مش فاهمة ايه الكويس في ده يعني. يا بنتي انتي مش بتشوفي بنفسك؟ مش بتشوفي السواق اللي بيوصلها كل يوم في كل مكان؟ على فكرة عمر ما الفلوس كانت مقياس ابدا على ان الانسان ده كويس ولا لا. في ناس ممكن تنبهر بالحاجات دي، لكن انا اهم حاجة عندي ان الانسان يكون طيب وشخصيته كويسة. فعلا والله عندك حق يا فيروز. اخبار النادي ايه يا فيروز؟ عملت ايه يا حبيبتي النهارده؟ احكي لي. معلش معرفتش اجي معاكي النهارده، انتي عارفه ان انا كان عندي شغل البيت كتير قوي. يا ريتك كنت جيتي والله يا ماما. انتي عارفه ان انا ملقتش حد اقعد معايا، وكانت كارما موجوده هي وسمر وقاعدين نتكلم. رحت اكلم كارما، قعدت تستخف دمها وتقول ان انا لبسي مش حلو واتضايق فيا، بس انا مسكتش واخدت حقي منها. اللي يا حبيبتي عملت ايه؟ زي ما هي بتحاول تنتقدني وتقلل من ثقتي في نفسي، عملت معاها كده. قلت لها مش معنى ان كل الناس منبهره بيكي ان هما عندهم حق، في معظم الناس مش بتكون صريحه وبتجاملك. ليه بس يا بنتي كده؟ انا قلتلك قبل كده ان شخصيتك هتتاثر لما تعرفيها. المتكبر ده يا حبيبتي يا اما بيخليكي تكوني زي متكبره او بيخليكي تكوني شخصيتك قاسيه عشان تدافعي عن نفسك، وانا مش حابه ان انتي تحطي نفسك في الموضوع ده. اعمل ايه يعني؟ ماما هي اللي ابتدت وضايقتني. خلاص يا حبيبتي تجنبيها خالص. عندك حق، انا كده بتحول من شخصيتي الطيبة لشخصية تانية خالص. المفروض افضل على مبادئي وهي بتكبرها وغرورها، ده كده هيخلي كل الناس تبعد عنها. بالظبط كده، سيبيها لربنا يا حبيبتي وحقك هيجيلك لحد عندك. عندك حق والله يا ماما. مش عارفة ايه حبك في الكافيتيريا دي، كل يوم تقولوا لنا تعالي نقعد هنا. والله يا بنتي بيعملوا شوية كابتشينو يجننوا تقريبا كده، عمرك ما هتدوقيه في حلاوته. خلاص ماشي، بس انا مش عايزة كابتشينو بصراحة، انا هطلب هوت شوكليت. بقولك الكابتشينو يجنن. بقولك ايه، انا هطلب لك كابتشينو زي دوقي واحكمي يا ستي، ده خطير جدا. مش جايلي نفسي يا ستي لي، انا نفسي في هوت شوكليت. انتي بقى مالك بتطلبي لي ليا ليه؟ الحق عليا، بختارلك حاجة حلوة، خلاص انتي حرة. لا شكرا، انا هعرف اختار لنفسي كويس.
بص البنات اللي ورانا دول بيبصوا عليا ازاي. على فكرة فعلا من ساعة ما احنا دخلنا هم متابعينك جدا. بحاول اسمع بيقولوا عليا ايه، استني. يا ستي شكلهم بيتكلموا عليكي. سمعت البنت قالت ايه؟ بتقول ان لبسها حلو قوي وشكلها اموره، حتى الناس الغريبه بتاخد بالها من جمالي. عرفنا ان انتي ملكة جمال الكوكب خلاص بقى يا ستي. هو انتي بتضايقي ليه؟ مش دي حاجات بتحصل ولا انا بألف؟ ماشي بس انتي فرحانة بنفسك قوي زيادة عن اللازم. وما افرحش بنفسي ليه؟ انا بصراحه مش بشوف حد بيلبس حلو زيي ولا شكله امور زيي ولا عسول وطعيم زيي. ماشي يا ستي بس خلاص، على فكرة بقى كل واحد بيشوف نفسه احسن حد في الدنيا، ودي حاجة طبيعية لان ربنا خلق في كل واحد فينا طفرة حب الذات. بس انتي عندك الموضوع اوفر شوية، خفي شوية. وانا قلتلك قبل كده ان دي ثقه في النفس، انتي عايزه بقى تسميها غرور تسميها تعالي سميها زي ما تسميها. يا ستي انا متكبره خلاص. سبحان الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. خلاص يا ستي الكابتشينو جاي اهو، اشربي انتي بقى الهوت شوكليت بتاعك ده اللي ملوش اي طعم. انتي حرة هتندمي لو ما دقتيش الكابتشينو بتاعي. بس عاجبني مالكيش دعوة، المرة الجاية هبقى اجربها ان شاء الله، بس انا كان نفسي في هوت شوكليت. تمام زي ما انتي عايزة. ايه ده، فيروز جت هناك اهي. اسكتي بقى، انا متغاظة من البنت دي قوي. ليه؟ انا بحسها طيبة. انا كنت فاكراها زيك كده لحد ما كنت بقول لها على رأيي في هدومها، لقيتها بقت واحدة تانية خالص. تخيلي بتقولي ان الناس بتجاملني وان انا مش حلوة. مش مصدقة بجد فيروز تقول كده. طيب ليه طيب؟ ودي عايزة كلام، اكيد غيرانة مني طبعا. ازيك يا فيروز، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة بس دايخة شوية. ما هو باين عليكي انك تحتها اسود قوي. على فكرة في كريم حلو قوي للهالات السودا، فكريني ابقى ابعتهولك على رقمك على الواتساب. والله سواد تحت عيني أحسن من سواد القلوب. قصدك ايه؟ والله بقى أنا بتكلم بشكل عام، انتي بقى بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ هو انا كل ما اكلمك كلمة تديني 10. على فكرة طريقتك دي بقى مش عاجباني. والله بقى ولا انتي كمان طريقتك عجباني. سلام يا سمر، مش عايزة حاجة، باي. لا فعلا عندك حق، انا معرفش ان فيروز مش طايقاكي كده. شفتي بتتعامل معايا ازاي؟ دي قصدت تتجاهلني، انا محدش عمره عمل معايا كده. يا ستي سيبيك منها ولا كبري دماغك. البنت دي خلاص انا حطيتها في دماغي. ما يبقاش مخك صغير، وبعدين انت اللي بدأتيها، ما كانتش هتقولك حاجة لولا ان انت رخمتي عليها. يعني تحت عينيها مش اسود؟ انتي ما اخدتيش بالك؟ مش واضح لدرجة يعني، وبعدين حتى لو كده مش لازم نقول ليها، يعني لازم نخلي فيه شوية احساس ونراعي مشاعرها شوية. دلوقتي بقيت غلطانة ومش براعي المشاعر. ماشي يا ست سمر، خليها تنفعك. لا اله الا الله، انا بقولك كلمة الحق، مش عاجبك انت حرة. هو في ايه؟ هو كلكم بقيتوا كده ليه؟ على فكرة كلنا بنتعامل عادي، انت بس اللي شايفة نفسك شوية. بيتهيألك والله انا عفوية وبتعامل بطبيعتي. تمام يا كرمة، حصل خير. على فكرة انا مش غلطانة علشان اعتذر لها. انا ما قلتلكيش تعتذري، انت حرة وانا مالي. انتم عارفين انا جمعتكم النهارده علشان اكرم المتفوقين، واخترت ان هي تكون الحفله في النادي يوم الجمعه علشان كلنا نتجمع مع بعض. يا رب اكسب الجايزة الاولى. اللي فازت في المركز الاول في التفوق هي فيروز، سقفوا لها يا بنات. الحمد لله أنا مبسوطة قوي بجد. انتي تستاهلي كل خير من اكتر البنات المحترمه والمتواضعه والمؤدبه في المدرسه. شكرا لحضرتك جدا يا مس. فعلا بحس ان فيروز كده بجد. حتى بعد اللي قالته امبارح وانتي كنتي واقفة، انا معرفش انتي بتحبيها كده ليه. احنا اصحاب بقالنا يجي 3 سنين وهي لسه عارفاها من كام يوم، بس بتحبيها اكتر مني ازاي؟ انا بتمنى للناس كلها الخير، وبعدين هي لما طلعت الاولى انا فرحت ليها مش اكتر، وهي تستاهل. طيب خلاص ماشي. انا ما شفتش منها حاجه وحشه عشان اكرهها، يعني في ايه؟ مالك كده يا كارما؟ هو انت مالك بتبصي لي بقرف كده ليه من ساعه ما قعدنا؟
استني، دول بيتصوروا. طيب ثواني كده، انا هروح اقف هناك. طب ما تقفي جنبي، في ايه يا كارما؟ بصراحة شكلك مش هيبقى حلو وانتي جنبي في الصورة بالهدوم دي. انا ما كنتش عايزة اقولك علشان ما تزعليش، بس مش هتبقى الذكرى موجودة عندي وشكلك جنبي كده. للدرجة دي منظري مش عاجبك؟ طالما كده بتكلميني ليه ومصاحباني وبتمشي معايا ليه؟ مش بقولك كنتي هتزعلي علشان كده مرضتش اتكلم معاكي من الاول. وبتقولي لي انا بحب فيروز ليه؟ عشان بتعرف توقفك عند حدك ومش بتسكت ليكي وتعدي ليكي زيي. على فكرة بقى انت مزوداها قوي مع الناس، هو عشان انت يعني حلوة شويتين هتفتكري بقى ان انت احسن من الناس كلها. على فكرة بقى الجمال ما يجيش حاجة جنب القلب الابيض. وبصراحة بقى بحس ان انت شخصيتك وحشة قوي، مغرورة ومتكبرة ودايما بتقللي من الناس وبتقعدي تنتقديهم. ولما انتي شايفاني بالوحشة دي مصاحباني ليه؟ وبعدين على فكرة التفوق ده وانها طلعت الاولى ملوش اي لازمة. انتي شايفة شكلها اصلا بيبقى عامل ازاي وشايفة شكلي انا عامل ازاي؟ انت بتقارني ايه بايه؟ هي بنت ذكية ومحترمة ومؤدبة، وبعدين انت اللي حاطاها في دماغك، مالكيش دعوة بيها، وربنا بيوزع الارزاق على كل واحد وكل حد بياخد رزقه، وبعدين انت ربنا مديكي الجمال وهي ربنا مديها ذكاء وعلم. برضو لسه بتدافعي عنها؟ على فكرة الكلام معاكي بجد زي عدمه، انا ماشية. براحتك، مع السلامة. هو انتي هتذليني يعني علشان قاعدة معايا شوية؟ لا مش هزلك ولا هعمل حاجة، انا ماشية، سلام. مالك يا سمر؟ شكلك زعلانة كده ليه؟ بصراحة انا مش عايزة اقعد في الحفلة تاني، انا زهقت. طيب احكيلي ايه اللي حصل؟ بصراحة كارما انا مصاحبها بقالي فترة وعمالة بتحمل تصرفاتها البايخة، بس خلاص فاض بيا. انا قلت ليها كل كلمة كان نفسي فيها النهاردة. بصراحة انا كنت منبهرة بيها وشايفاها جميلة، لكن لما قربت منها وعرفت شخصيتها الحقيقية اكتشفت ان هي مغرورة قوي، عشان كده بعدت عنها. لما بتحاول انها تقلل مني او تعمل اي حاجة لازم برد عليها وباخد حقي، لان الشخصية دي لو سكت ليها هتزيد اكتر كمان. للأسف هي دي الحقيقة، وأنا قررت إن أنا خلاص مش هكلمها تاني وهتجنبها ومش هبقى صاحبتها تاني، لأن بجد وجودها في حياتي بيأثر عليا نفسيا. والله دي احسن حاجة، انا ماما قالت لي كده برضو اعمل معاها كده. وأنا حاولت أغيرها كتير بس هي بجد مفيش أي حاجة بتتغير فيها. سيبيها، بكرة الايام تعلمها وتصرف انا تواضع احسن بكتير. مش هينفع اضيع الفرصة دي. كالورين، ناوية تعملي ايه؟ انتي عارفة انا مش بقدر امسك نفسي. بقول لكم يا بنات، في ريحة وحشة جاية من ناحيتكم، حقيقي تقرف قوي. انا حسيت بيها من هنا، يا ريت تستخدموا اي معطر. بتحبي تضايقيهم يا كالورين طول الوقت. دي تسلايتي في المدرسة معروفة يعني. بس انتي كده في يوم هتتسببي في مشكلة مع المدرسين. المدرسين مش هيقدروا يعملوا حاجة، أنا أشهر بنت هنا، ولو عايزة أطلب من أهلي يستخدموا نفوذهم ويرفضوا أي مدرس من المدرسة هيعملوا كده. ممكن أتكلم معاكي شوية يا كالورين؟ أكيد طبعا يا ميس، اتفضلي. عايزاكي تبطلي تضايقي زمايلك في المدرسة. البنات بيقولوا إنهم بيحسوا بحزن كبير كل ما تقولي لهم حاجة وحشة عنهم. اللي بتعمليه ده غلط يا بنتي. ما تصدقيش يا ميس، كل حاجة بيقولوها البنات. كالورين، في طلبة كتير بيشتكوا منك، بجد لازم توقفي اللي بتعمليه ده. بسرعة كده العصافير راحت تحكي للمدرسة. قلتلك ممكن تدخلي في مشكلة. ولا يهمني، محدش أصلا يقدر يوقفني عن اللي أنا بعمله. الضحية الجديدة اهي، نرد المدرسة وصاحبتها. خليني اروح اسلم عليهم. انتي اسمك ايه؟ عايزة ايه يا كارولين؟
بسلم عليكي، انت جديدة في المدرسة وانا بحب اكون لطيفة جدا مع الجداد. اكيد تقصدي تضايقيهم. معاكي حق، مستحيل ما اضايقكيش، جديدة متبنية وقبيحة، يعني اسباب كفاية تخليني استمتع وانا بضايقك. سيبي صاحبتي بحالها، كفاية بقى كلامك ده. انا بس صريحة وصاحبتك مش محتاجة حد يدافع عنها، المفروض تدافع هي عن نفسها. سيبيني في حالي، روحي شوفي حاجة مفيدة تعمليها. مضايقتك مسلية بالنسبة لي. تعرفي يا كارولين، البنات اللي زيك عقلهم صغير جدا لدرجة انهم مش لاقيين اي حاجة غير مضايقة الناس بالنسبة لهم دي تسلية. مش من مصلحتك تتكلمي معايا كده يا رنا. بقولك ايه يا كالورين، احسن حاجة ان احنا نروح الفصل، احنا كده متأخرين. ايوه بس ده مش هينتهي هنا هيكون كابوسك في المدرسة دي، انت لسه ما شفتيش اي حاجة. صباح الخير يا كريم. كنتي بتندهي عليا من شوية، كنتي محتاجة حاجة. ايوه فعلا، اصلا انا كنت عايزة اديك نصيحة. بس أنا مش محتاج منك أي نصيحة. برضه هقولها، المفروض تغير تسريحة شعرك، شكلها بصراحة كده مش تمام. بس هي عجباني، مش محتاج رأيك. ماشي، بصراحة بتناسب شخصيتك، عشان كده بيسموك مشاغب المدرسة، دايما عندك مشاكل مش كده؟ ده ما يخصكيش. أنا بس بحب أشوف المدرسين وهم دايما بيزعقوا لك كل شوية، وبالأخص لما يبعتوك لمكتب المدير. بقولك ايه، ما عنديش وقت ليكي، روحي ذاكري للامتحانات بدل ما تضطري تشتري درجاتك. هاي يا بنات، ازيكم؟ بتكلمنا احنا؟ اكيد بكلمكم، هنا مفيش حد غيرنا. نعم، محتاج حاجة؟ الموضوع بخصوص كارولين. أكيد طبعا، هي اللي بعتتك هنا عشان تضايقنا مش كده؟ لا طبعا، انا هنا عشان اعرض اقتراح على رنا. اقتراح عن ايه؟ اننا نتحد ضد كالورين، البنت دي محتاجة تتعلم الادب بجد علشان تبطل تضايق الناس. يعني بتقترح اننا ننتقم منها؟ بالظبط كده، هو ده العدل، هي بتتسلى على حسابنا كلنا، انا وانتي وغيرنا، ومحدش عنده الجرأة يوقفها، علشان كده بقترح عليك ان احنا نعلمها درس عمرها ما هتنساه. فكرة مش وحشة. كالورين لازم تتعلم الادب. بس لو اتقفشنا مش عايزة نتعاقب. انا معروف في المدرسة ان انا مشاغب، بس اوعدك لو حصل اي مشكلة انا اللي هتحمل المسؤولية، انتي مش هتتأذي خالص. ماشي تمام، موافقة. كويس جدا، من النهاردة احنا هنكون ظل كالورين. ماما ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، يومك كان عامل ايه في المدرسة؟ كله تمام. هو بابا فين؟ لسه مرجعش، بيقولوا ان هو مضطر يشتغل شوية زيادة علشان كده هيجي متأخر. ممكن اطلب اذن؟ إذن الايه يا رنا؟ صاحبتي عزمتني نروح ناكل ايس كريم، ممكن اروح معاها ارجوكي؟ ايوه بس انا مش بحبكم تخرجوا لوحدكم. هنرجع بدري، انا بوعدك. ماشي، بس خلي بالك من نفسك وما تتكلميش مع حد غريب، انتي عارفة القواعد. شكرا يا ماما، بوعدك ان انا هرجع بدري. كله تمام يا رنا. عارفه ان ماما مش بتحب نخرج لوحدنا، بس قلت لها اني رايحه معاكي ووعدتها ان احنا هنرجع بدري. طيب ماشي، مش هنتأخر فعلا، يلا بينا نمشي.
كنت فاكر انكم مش هتيجوا. اكيد كنا جايين بس مش قادرة اتأخر. الموضوع بسيط بس هياخد شوية وقت. ممكن نعرف الخطة؟ هنروح بيت كالورين. ايه انت بتهزر؟ لا مش بهزر، عايزين نروح نراقبها ونتجسس عليها، عايزين نشوف حاجة نفضحها بيها قدام المدرسة كلها. ازاي؟ طب ولو اتكشفنا؟ هنكون حريصين جدا، ما تخافيش، يلا بينا. يا ده البيت ضخم جدا. مش بس البيت ده، عندهم بيوت كتيرة على البحر كمان، شكل عيلتها غنية جدا. وعشان كده مش غريبة ان هي شايفة نفسها فوق الناس. وعاملة انها فوق القانون. بس احنا هنثبت لها ان ده مش حقيقي. اتمنى محدش يجي يمسكنا. البيت فاضي، اكيد اهلها مسافرين او في الشغل. بقالها كتير بتسرح شعرها، مش هنلاقي حاجة كده. اصبري شوية يا سما. دي بتشيل المكياج بتاعها، شفته؟ خلينا نشوف شكلها من غير مكياج. هي دي اللحظة، انا لازم اخدها كم صورة عشان اعرضها في المدرسة، انا هخليها تندم على كل حاجة عملتها فينا. انا مش مرتاحة اني كدبت على ماما. عارفة بس لو كنت قلت لها الحقيقة اكيد ما كانتش هتوافق. معاكي حق يا سما. يمكن بس لو الصور دي تخليها تبطل تنمر الموضوع هيبقى يستاهل. عندك حق، بكرة نشوف رد فعل المدرسة لما يشوفوا الصور. ليه كل الناس بتضحك؟ ايه اللي بيحصل؟ بيضحكوا علشان ده، بصي بنفسك. مين اللي عمل كده؟ مين اللي صورني بالطريقة دي؟ الصور جاية من رقم مجهول. اكيد انت اللي عملت كده، بس انا مش هعديها لك، هتشوف اللي هيحصل لك. وانتوا كمان معايا، ده انا هدفعكم تمن اللي انتوا عملتوه ده. اظن نجحنا. ايوه فعلا، شكلها مش طايقة الناس وهي بتضحك عليها. لكن اكيد هتفكر في الانتقام، لازم نبقى حذرين جدا. انا متأكدة ان هم السبب في اللي حصل ده، وهم اللي اخدوا الصور دي ونشروها. واضح ان هم بيحاولوا يردوا على كل اللي انتي كنتي بتعمليه فيهم. لو هم فاكرين ان هم هيقدروا يوقفوني بالطريقة دي يبقوا اكيد واهمين. انتوا اللي عملتوا كده معايا، صح؟ فاكرين انكم هتحرجوني قدام المدرسة. احنا مش عايزين حاجة غير انك تبطلي تنمر. وانتي فاكرة بقى ان انا هوقف اللي انا بعمله؟ دي اكتر حاجة بعملها وانا مبسوطة وسعيدة. بتكوني سعيدة وانتي بتأذي مشاعر غيرك، انتي اكيد مريضة مش طبيعية. انا مش هزعل منك، عارفة ليه؟ لان انتي بنت متبنية قبيحة، فعادي يعني مش زعلانة منك. كالورين بطلي بقى احسن لك، انتي مش عارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. لا بجد تصدق انا خايفة قوي، هموت من الرعب. طيب استعدي بقى للي هيحصل لك. في ايه اللي بيحصل هنا؟ مفيش حاجة يا سما، يلا بينا نمشي من هنا.
يلا لازم نبدأ الخطة الجاية. بس حاسة ان اللي هنعمله مقلب قوي. مفيش حل، لازم نعلمها الأدب. من شوية شفت كرالاين بتضايق البنات اللي جايين بمنح، وقالت لهم كلام يجرح جدا لدرجة إن هم خلتهم يعيطوا. هي مش فارق معاها انها تجرح مشاعر الناس، علشان كده لازم ندوقها من نفس الكاس، لازم نرد عليها بنفس طريقتها. ماما ممكن نروح مع سما للبارك؟ طيب يا حبيبتي لو عايزة أنا ممكن أروح معاكي. لا يا ماما ارتاحي، كمان البارك قريب من هنا، يعني هنروح نلعب شوية. تمام بس ما تتأخروش من فضلكم. اكيد يا ماما، شكرا انك سمحتيلي اخرج. مش بحب اكدب على اهلي وانا زعلانة قوي من نفسي. كله هينتهي قريب، وكالورين مش هتضايق حد تاني، يعني كل كدبنا هيتمسح. بما ان انا الولد المشاغب هعملها لوحدي. لكن انا ممكن اساعدك. لا استنى. ايه ده؟ ايه اللي حصل لشعرك؟ مفيش غيرهم النكرة دخلوا بيتي وهم اللي عملوا فيا كده. يعني انت متأكدة ان هم اللي قصوا شعرك؟ ايوه انا شفت الكاميرات بتاعت البيت، والولد المشاغب هو اللي دخل وقص الشعر، لكن هيشوفوا نتيجة اللي عملوه ده. طيب هتقولي لأهلك ايه؟ لازم تعرفيهم علشان يتكلموا الشرطة علشان يعرفوا يتصرفوا مع الولد ده. لا انا هروح اكلم المدير علشان اطلب منه ان هو يطرد الولد ده من المدرسة، ولو ما عملش كده هقول له ان انا هكلم اهلي ويتدخلوا ويستعملوا نفوذهم علشان يطردوه ويجيبوا مدير جديد للمدرسة. بتضحكي على ايه؟ يلا امشي من هنا. ما كنتش متخيلة ان انا هكون مسخرة قدام الكل. ما كنتش اتخيل ان الولد المشاغب ممكن يقص شعرك علشان الكل يضحك عليكي. ده بيعمل كده علشان ينتقم. بس هو مش لوحده، البنت النرد واللي معاها كمان. انتي تقصدي رنا؟ ايوه انا هنتقم منها على رواقها، بس بعد ما اخلص من كريم واخليه يطرد من المدرسة. طيب وانتي هتكلمي المدير امتى؟ هتقولي له النهارده؟ ايوه هكلمه النهارده. طيب وهتعملي ايه لو المدير كلم اهلك علشان يتكلم بخصوص مشكلتك مع كريم؟ هو عارف ان بابا وماما مش هيردوا على التليفون بتاعهم. ده صحيح، بعد الطلاق اللي حصل انتي حليتي كل مشاكلك لوحدك. بس اسكتي ما تتكلميش عن طلاق اهلي، ممكن حد يسمعنا. صح، لازم نخلي السر ده لينا، ما ينفعش اي حد يعرفه. رايحة فين يا كالورين؟ انا هروح اكلم المدير علشان يطردوك من المدرسة دي. هو انت فاكر ان انت هتقف في طريقي؟ بس انت ما تعرفنيش كويس. انت لازم توقفي كل اللي انت بتعمليه ده، الطلاب يستاهلوا الاحترام، وكريم كمان لازم يفضل في المدرسة ويكمل. ما تتدخليش في اللي ملوش علاقة بيكي، انت هتكوني اللي بعده، استني عليا. لو اتكلمتي مع المدير عشان تطردي كريم هقول لكل اللي في المدرسة ان البنت اللي عندها الشعبية دي كلها اهلها متطلقين. احنا عارفين ان انت بتكدبي لما بتقولي ان عندك عيلة مثالية وان اهلك بيحبوا بعض. ايه ده؟ انتوا ازاي عرفتوا ده عن اهلي؟ احنا بس عايزينك توقفي عن الاهانة بقية الطلاب بكلامك ده، ما تتدخليش في حياتنا تاني. طيب ولو ما وافقتش؟ هنقول لكل الناس في المدرسة ان انت كدابة وان اهلك متطلقين. من فضلكم ما تعملوش كده، ده هيخليني اتحرج قدام الكل، خصوصا قدام الاغنياء اللي زيي. يعني شايفة ان هما هيضايقوكي؟ ايوه هكون مسخرة قدامهم، وانا ما اقدرش اسمح بده ابدا. طيب خلاص يبقى سيبونا في حالنا، ما تتكلميش مع المدير عشان يطرد كريم. طيب تمام انا هعمل كده، بس محدش فيكم يفكر يقول حاجة عن عيلتي. طبعا طالما انت هتلتزمي بالاتفاق.
اعتقد كده نكون خلصنا، هي مش هتضايقنا تاني. انتوا كويسين يا ولاد؟ في اي حاجة بتحصل معاكوا؟ تمام، كله هيمشي تمام من دلوقتي.